اسود يا نهار اسود. مين؟ مين؟ جوزي يخرب بيتك. فين يا مصر؟ في ايه؟ مفيش بسرعة ليه؟ مفيش، كنت في الأوضة. في الأوضة؟ عمال أرن عليك ما بترديش برضه. ما سمعتش التليفون والله، معمول سايلنت، سوري. طيب أنا عايز أتكلم معاكي في موضوع مهم أوي. ما ينفعش تأجل الموضوع ده شوية؟ لا الموضوع ده أنا ما بنامش منه، تعالي اتفضلي خشي. ايه اللي حصل؟ قولي يا عمر. أنا عارف إن أنت إنسانة كويسة وتربيتك كويسة، وعمرك في حياتك ما عملتي حاجة غلط في حقي، ودايما صاينة شرفي وعرضي ودايما في ظهري. يعني أنا لما بقول للناس أنا مش متجوز ست، أنا متجوز راجل. أنا غلطت في حقك يا هدير. غلطت في حقي ازاي يا عمر؟ عارفة سيد صاحبي؟ ماله؟ أنا على علاقة بمراته، كنت لسه عندها من شوية، بس أنا قلت لها أنا مش هاجيلك تاني لأن أنا حاسس إن أنا بعمل كده غلط. كنت عند مرات سعيد؟ كنا بصراحة أنا وهي يعني كنا مرتبطين وبنحب بعض، وهي بصراحة لقيت منها حاجات حلوة كتير، فكل اللي عايزه منك إنك تسامحيني. مرتبطين وبتحبوا بعض؟ هدير معلش كلنا بنغلط، أنا كل اللي عايزه منك إنك تسامحيني. أسامحك. وأنا وعدك إني مش هعمل كده تاني. أسامحك؟ أيوة يا عمر أسامحك على إيه؟ على خيانتك يا عمر؟ هدير أنا جيت اعترفت لك. ليه؟ ما تقولي يا أمنية أحسن. محدش بيتعلم ببلاش. عمر لو سمحت روح بيت عند مامتك لو سمحت. خلاص يا هدير أنا بقول لك والله ما هتتكرر تاني. أنا مش واحد كنت أعمل حاجة من وراكي وفضلت أكمل فيها. قدري حاجة زي كده، أنا جاي أعترف لك، بقول لك حقك عليا، أنا آسف وغلطت في حقك ومش هتتكرر تاني. وأنا أضمن منين أنت مش هتكررها تاني؟ أحلف لك على مصحف ما هتتكرر تاني. تمام يا عمر. تمام. هنزل بقى أجيب لك هدية جميلة، حاجة أنت بتحبيها عشان خاطر إيه تنسى الموقف ده. خلاص صافية لبن؟ حليبي قشطة. يلا يا عمر ماشي انت. ايش يا حبيبتي، أحلى دودو في الدنيا. ايه يا سيد؟ هو اللي انا سمعته ده صح؟ انا والله ما اعرف فوق في ايه اللي بيحصل، بس هو صح. ايه اللي بيحصل؟ مراتي انا بتخوني، ومع مين؟ مع صاحب عمري؟ وانت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ غيران عليها؟ انا مش متصور ان هي انا عمري في حياتي ما زعلتها في حاجه، كل ما بتقولي على اي حاجه بعملها. وان هما بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه؟ ولا انت ناسي؟ لا مش زي دي، انا بتكلم على مراتي اللي هي شرفي. وانا هبقى ايه بالنسبه لك؟ يعني انت همك مراتك بس؟ انا مش متصور ازاي يعني صاحبي اللي احنا رايحين وجايين مع بعض كده يخوني مع مراتي انا؟ وايه المشكله يعني يا سيد؟ ما انت بتخونه مع مراته، ولا هو حلال عليه وحرام عليك؟ انا مش عارف اقول لك ايه. مش عارف تقول لي ايه؟ ده انت شكلك لسه بتحبها يا سيد. لا مش حوار بحبها. هي ازاي بتخوني انا؟ بتخوني انا ازاي يعني؟ نفسي اعرف انا دلوقتي بتخوني انا ازاي؟ انا ما قصرتش معاها في حاجه. ومع مين؟ مع صاحبي. وانت بتعمل ايه يا سيد؟ بتواسي مرات صاحبك؟ بس تعرفي انا مش زعلان، لان اقسم بالله ولا هسيبه ولا هسيبها. هتعمل ايه يا سيد؟ هتفضحنا؟ انا هوريك هعمل ايه يا سيد. هيعرف ان انت كنت هنا يا سيد لما هيسمع الكلام ده. اتأخرت عليكي؟ لا يا حبيبي، حاجة بسيطة كده. يا عمر جميلة أوي بجد، شكرا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. أهم حاجة بس تكوني مسامحاني. هو أنا مسامحاك، بس أنا بصراحة كنت عايزة أحكي لك حاجة في الموقف ده. اتفضلي. هو يعني اللي انت عملته في حاجة حصلت شبهه معايا. اللي أنا عملته إيه وحصل إيه؟ مش فاهم. إيه؟ في إيه مالك؟ مفيش. ساكت ليه؟ تأكد. في إيه سيد؟ متسمعش صوتك خالص، متتكلميش.
بيتكلم معايا كده ليه وايه اللي حصل؟ رقم مين؟ رقم عمر مسجلاه عندك باسم واحده دي. ممكن اكون كلمت هدير منه مره، وبعد كده كنت بكلم حد من صحابي فالارقام اتلخبطت فسجلتهم عكس بعض. سجلتوهم عكس بعض؟ ممكن التليفون؟ يا سيد انت فاهم غلط، ما تاخدش قرار تندم عليه او تتسرع فيه. افهم بهدوء كده ووزن الامور، يعني فكر كويس قبل ما تاخد اي قرار. اكيد انا مش هاخدك مع عمر يعني، وعمر زميلك وزميلي وهدير مراته صاحبتي، فاكيد مش هاخدك معاه. وايه كمان عرفيني كمان. بخش في الموضوع على طول. يعني غصب عني يا عمر، يعني سيد كان برضو بيقول لي كلام يعني حلو، وانت كنت يعني يعني اهملتني فتره، فانا كنت بحب اسمع منه الكلام ده. تسمعي من مين الكلام ده؟ والله العظيم. بتتكلمي على ايه؟ وحياة ربنا يا عمر، يعني انت فاهم غلط، هو بس ما حصلش. انا عملت غلطه، مراتي بتعمل زيها ولا ايه؟ ايه يا عمر، انت لسه معتذر لي على نفس انا راجل اعمل اللي انا عايزه، وتغفري لي وتقولي لي مسامحاك او تقولي لي نسيب بعض. طب ما نسامح انما انا بعض يا مراتي ما عمر. تغلطش. نسامح انت عبيطه يا بنت ولا ايه؟ نسامح بعض. صدقني ما حصلش حاجه، هو كل اللي حصل بس كلام ودردشه. دردشه؟ بس ازاي؟ مراتي انا تعمل كده ولا ايه؟ اكيد انا مش هعمل كده، وانا بقالنا قد ايه متجوزين وعمري ما عملت معاك حاجه غلط. اسمع بس يا سيد، انت ست خاينه. مراتي اللي انا واثق فيها وبمشي واقول سايب راجل في البيت. يا عمر ما انت عملت كده يا عمر، هو حلال عليك وحرام عليا يعني؟ انت كمان بتعلي صوتك وبتدافع ان انت عامله حاجه صح وحاجه جميله. لا مش حاجه صح ولا جميله، احنا الاثنين غلطنا، نسامح بعض. لا يا بابا، الراجل ما عليهوش عيب، ما تقوليش ست زي الراجل. مفيش حاجه اسمها كده، انت قدام ربنا زيك. مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اعمل ايه. مراتي تعمل انا فيا كده يا رب. اعمل ايه؟ ده يبقى اخر يوم في عمرك يا سيد النهارده. هتعمل ايه يا عمر؟ هبعت لمراته رساله. مراته ايه يا عمر؟ لا يا عمر، يا عمر ما تعملش كده. ما تسمعش صوتك يا عمر خلاص، طب ما تعملش، بالله عليك خلاص. خلاص والله. الناس يا عمر اسكت عشان الناس. عمر طب خلاص. طب اسكت عشان الناس. جوزك اخر يوم في عمره النهارده. خاينه؟ انت خاينه. رقم مراتي تخونيني مع صاحبي كان عندي. وانا بس اللي خاينه؟ بيعمل ايه؟ امال مين اللي خاين؟ ما تقعد خلينا كده بقى. تتفرج. مين اللي خاين؟ انت اللي خاينه وربنا. ما هو بتخوني مع هدير مرات عمر. لا ما ايه ده؟ حصلش. بجد؟ وعمر هيبعت بقى المسج دي على اساس ايه؟ ولا هدير اللي تكون هتبعتها لي من تليفون عمر؟ طب انت كمان يعني مش خاينه؟ طب ما انت خاينه وخنتيني مع صاحبي. امال انت محموق قوي ليه؟ وانت جاي تعاتبني وتقول لي انا بخوني، انا بس اللي وحشه؟ ما انت كمان زيي، يعني انا وانت في مركب واحده. انت خنتني مع مراته انا عايز اسالك سؤال. وهو خرج مع مراته. انا قصرت معاكي في ايه عشان تخونيني؟ وهدير كانت قصرت مع عمر فين؟ انا ماليش دعوه بهدير، انا ما اعرفش الرساله دي جات لك من مين. وصاحبك كان انت قصر معاك بتخونيني في ليه؟ ايه؟ بتخونيني ليه؟ انا عملت معاكي ايه؟ انا عملت معاكي ايه؟ ايدك عليا يا اما هفتح الدنيا وهبهدل الدنيا. انت ما تربيتيش اصلا. انا اسفه والله. اسفه على ايه؟ اسفه على ايه؟ انت اسفه على ايه؟ يا رب انا عملت ايه عشان تعمل كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. عملت ايه؟ شوف انت عملت ايه يا عمر؟ ما كنتش اعرف يا رب ان كما تدين تدان بالسرعه دي. انا فقدت الثقه فيكي ومش هعرف اعيش معاكي تاني. وانا اللي حطيت فيك يعني يا عمر؟ خد هديتك وغور. انت طالق تفو على اليوم اللي شفتك فيه تربيه وسخه. انت طالق يا بت، غور 60 داهيه. يا رب يكون فكرة الفيديو عجبتكم. احنا عارفين ان الفيديو كان قوي جدا شوية النهاردة، بس صدقوني يا جماعة دي فكرة حصلت، ويعني لو مش عيب كنا نزلنا اسامي الناس اللي بعتتها لنا ان احنا نتكلم عن المشكلة دي ان هي حصلت فعلا. تحبوا تقولوا ايه؟
احنا حبينا بس نجسد جزء من الحقيقه علشان خاطر يعني ننبه الناس ان هم ياخدوا بالهم ان ما يقعوش في نفس الاغلاط دي، ما يعملوش نفس الغلط ده عشان ما يخربوش على بيوتهم. بالظبط، كما تدين تدان، يعني مفيش حاجه بتتساب عند ربنا، كل حد غلط ربنا بيروح مديله حقه على طول. انا بس عايز افهمكم حاجه يا جماعه، بس اللي احنا بنعمله ده تمام، سواء حلو او سواء وحش، دي فكره بنوصلها للناس. يعني لو وحش انصح الناس اللي هي يعني ايه الحاجات دي تاخد بالها ما تعملش كده، ما يعملوش بيها. لو حلو يعملوا بيها. قبل اي فكره بنعملها بناخد قصه اي حد مر بالحاجات دي كلها وبنعملها وبنجسدها للناس. بالظبط. تمام. فانا يعني انا هقول برضو نصيحه في الاخر يا جماعه. طبعا لينا اصحاب ولينا اخوات، بس قبل ما تدخل حد بيتك لازم تبقى واثق فيه، مش اي حد تدخله بيتك. يا رب يكون الفكره عجبتكم والرساله وصلت. السلام عليكم.